يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة بقى هنعمل حاجة حلوة خالص بمناسبة دخول المدارس، حاجة كده موفرة على الآخر. كل سنة وحضراتكم بخير. أنا بحب أعمل العيش الفينو في البيت، حاجة كده نظافة وتوفير وحاجة ريحة وطعم جنان. بسم الله ما شاء الله. لا وطري طراوة ولا من جوه حاجة كده حلوة خالص خالص خالص، واللبابة بتاعتها من جوه مش كتيرة قوي. تعالوا نشوف هنعمل الحاجات الحلوة دي ازاي. معانا كيلو دقيق ونص معلقة من الملح واتنين باكت خميرة فورية، يعني ما يعادل معلقتين صغيرين مليانين من الخميرة الفورية، 3 معالق سكر. وهنحتاج مع كيلو دقيق كوبايتين ونص من المية الدافية يعني بتبقى دافية كده دمع العين، ونص كوباية من الزيت. انا في البداية هجيب طبق بلاستيك طبعا واحط فيه بس كوبايتين 2 من المية، وهركن النص كوباية بعدين لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني يعني، فهشوف هحتاجها ولا لا. وبعد ما احط كوبايتين المية هحط 3 معالق السكر والمعلقتين الخميرة، واحاول ان انا ادوبهم خالص خالص. نسيت هحط كمان النص معلقة ملح، وبرضو كل الحاجات دي هدوبها خالص خالص لغاية ما تدوب على الاخر. بس خلاص كده دابت خالص. ونحط دلوقتي كيلو الدقيق كله ونسمي الله كده ونقعد نعجنه. هقعد اعجنه بايديا كده لغاية ما اشوفه هيحتاج النص كوباية ولا لا ده هي محتاجة فعلا النص كوباية. خلاص انا هحطها وهحط كمان معاها النص كوباية بتاعة الزيت، وهقعد اعجنها عجنة محترمة خالص لغاية ما الدقيق كله يتلم معايا ويبقى عجينة ناعمة وبتلزق في الايد. لازم تكون بتلزق في الايد، ما تكونش ناشفة ولا هي طرية قوي ولا هي ناشفة قوي، تكون يعني بعد ما انت تعجنيها وتخلصيها وتحطي ايديكي عليها يعني تلزق الى حد ما في الايد. كل ما تبقى طرية كل ما العجينة تبقى حلوة معاكي وتنفش معاكي وتبقى ناعمة على الاخر. وهاخد العجينة من غير ما تخمر، لا هعملها على طول واقطعها حتت صغنونة. بس الاول هحطها على حاجة بلاستيك، طبعا هدهنها الحاجة البلاستيك دي حاجة بسيطة من الزيت. وكمان لازم الايدين بتاعت حضرتك تبقى فيها حبة زيت كده، عشان زي ما انا قلتلك ان العجينة بتلزق في الايد، فلازم علشان ما تلزقش في ايديكي كل شوية تبل ايديكي بالزيت. بعد ما لميت العجينة دلوقتي هجيب السكينة او اقطع اي حاجة واقطعها ل4 قطع كبيرة، علشان اعمل كل قطعة حوالي 6 قطع صغيرين مدورين، يعني حوالي كيلو دقيق. هو احتاج كوبايتين ونص من المية الدافية مع نص كوباية الزيت ومعلقتين الخميرة طبعا الفورية ونص معلقة من الملح و3 معالق من السكر. كل ده بعد ما عجنتهم دلوقتي هيطلعوا لي 24 رغيف عيش فينو طبعا، وهعمل شوية برضو عيش كايزر قد 10 كده، يعني هنوع في العيش الفينو بتاعي. انا دلوقتي هكورها كور صغنونة لغاية ما يبقى معايا 24 كورة، واشكلها بقى براحتي. وبرضو قايلالك اللي هي العجينة بتلزق في الايد، عشان كده
ببل ايديا كل شوية بالزيت. هجيب الصينية بتاعتي وابلها زيت براحتك بقى. هتحطي ورق زبدة براحتك، مش هتحطي يبقى تبليها زيت، مفيش مشكلة يعني، كله ماشي. دلوقتي خدت اول كورة وبرضو هبل ايديا بالزيت وافردها. هفردها كده بحيث ان تكون سمكها حوالي نص سنتي، يعني ما تفردهاش على الاخر تبقى رقيقة. ودلوقتي هلمها والم الاطراف بتاعتها علشان يبقى رغيف فينو معتبر جميل خالص، واحطه في الصينية. يلا على اللي بعده. اجيب الكرة اللي بعدها وبرضو نفس الحركة، هلمها كورة وبعدين افردها برضو سمكها ما يبقاش مفرود قوي ورقيق، يكون بسمك نص سنتي. وبعد ما فردتها وتبقى دايرة كده هلم العجينة علشان اعمل برضو رغيف فينو طويل جميل، والم الاطراف بتاعتها. وبعد ما المها هحطها في الصينية مع اخوه الاولاني، وهكذا وهكذا لغاية ما املى الصينية. وقلت لنفسي طيب انا هعمل كله عيش فينو طويل، طب ما انوع يعني واعمل عيش كايزر، احط فيه برجر لانشون، يعني الاولاد عندي بيحبوه. فانا قمت عملت ايه بقى، عملت 10 رغيفة كده من الكمية بتاعت العجين كايزر. بيتعمل ازاي؟ اجيب كورة وافردها برضو، ما تكونش مفرودة قوي بحيث انها تكون رقيقة، لا بسمكة نص سنتي، وبرضو افردها وايديا تكون مدهونة بالزيت. وبعد ما افردها قاعدة المها كأن مثلا بعمل فطير مشلتت مورق، المها كده وبعدين اكورها. بس خلاص كده بقى عيش كايزر. عملت الكمية كلها وخدت مني حوالي الكيلو، طلع منه 26 رغيف ما بين الكايزر وما بين العيش الفينو. بس خلاص هسيبه لغاية ما يتخمر لمدة نص ساعة. وبعد النص ساعة هجيب لبن، براحتك بقى، شوية مية بسكر اللي انت عايزاه، صفار بيضة اللي انت عايزاه، بس بصراحة احنا بنحبه باللبن، بيبقى شكله حلو وريحته احلى. هاجي بقى هغطي على وشه باللبن، ونحط بقى شوية سمسم، شوية حبة البركة، انتي وراحتك، دي على حسب رغبتك، عايزة تسيبيه سادة براحتك. هو دلوقتي جاهز بعد ما تضاعف حجمه، اللي هو يتحط جوه الفرن. لازم الفرن يبقى سخن خالص، ما شاء الله، جميل جميل جميل. وهو بيخرج من الفرن بيبقى ناشف شوية. طب تعملي ايه؟ تحطي عليه فوطة، مش شرط انها تكون مبلولة، ناشفة، لمدة بس 5 دقايق هيطرى وهيبقى اسفنج خالص تحت ايديكي، هيبقى جميل. وطبعا انت بتخبزيه في درجة حرارة، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن، في الرف الوسطاني، ما بياخدش وقت، 10 دقايق بس. وممكن على فكرة ما تولعيش الشواية، هو كفاية بيتحمر من تحت ومن فوق في الرف الوسطاني، ما بيستحملش الفرن يعني، وبيستوي بسرعة، بيبقى زي الفل ما شاء الله. شفتي؟ هشة خالص، لا لا لا، وطري وناعم. ولا اللبابة جوه مش كتيرة خالص، لان بصراحة احنا ما نحبش اللبابة يبقى نسبتها عالية جوه، بنحبها تبقى ايه يعني مش كتيرة قوي. بجد بيتاكل حياة، بيتاكل لوحده، هو مش عايز غموس، هو بس يتاكل لوحده، شكل ولون وريحة وطعم جنان، بألف هنا وصحتين. وكمان الكايزر انا فتحته لحضرتك علشان تشوفي من جوه، لا لا لا، ده حاجة خرافة يا ست الكل. ما تكسليش وقومي اعملي لحبايبك، بمناسبة المدارس هتفرحي حبايبك. وكل الحاجات الحلوة دي طبعا معمولة بكل حب وسعادة، فلازم هيتبسطوا منك. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين.
وكل سنة وحضراتكم طيبين، واستنوني مع طبخة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي. مستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدني، واللايك الجميل اللي بيفرحني. بحبكم في الله.